عليكم بقطرة دم. أنا اليوم صحيح ولدت أصبح مريض ونحتاج لقطرة دم. تجري وتجري ونقول الحمد لله، ولكن الآن في المستشفى اللي راه داز المريض بين أيديكم محتاج إليكم بقطرة دم. يا قلوب رحيمة، المريض يناديكم محتاج إليكم لإنقاذ حياته. حياة المريض بين أيديكم. التبرع بالدم صدقة جارية لإنقاذ حياة المريض. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية المتبرعين بالدم نظمت هذا النهار من مدرسة عبد الكريم الخطابي حملة للتبرع بالدم بتاريخ 12 يناير 2025. بهذه المناسبة كنشكروا مدير مؤسسة عبد الكريم الخطابي والأطر المقيمة بها، وكذلك الهيئات التي ساعدتنا في هذه الحملة هذه. كنشكروا جميع المتبرعين اللي توافدوا منذ الصباح المبكر إلى عين المكان. وبالمناسبة هذا التبرع بالدم هو واحد الصدقة جارية، هو واحد العمل إنساني نبيل اللي نتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يزيد ويكثفوا من الوجود ديالهم داخل المؤسسة، ويكون أكبر عدد من المتبرعين لإنقاذ أرواح المحتاجين إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم جمعية المتبرعين بالدم إقليم بركان تنظم حملة للتبرع بالدم بمدرسة عبد الكريم الخطابي قرب الضحضاحة. ومن هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المتبرعين والمتبرعات الذين قدموا للتبرع بالدم ولم يبخلوا بقطرة دم لفائدة المرضى. ومن هذا المنبر أيضا أتوجه للشباب المغربي والشباب البركاني أن يتقدم وأن يبادر إلى التبرع بالدم، لأن التبرع بالدم هو أسمى تبرع يمكن للمرء أن يقوم به. ونحن اليوم كشباب يجب أن ننخرط جميعا في هذه الحملات لكي نتبرع بدمنا وننقذ المرضى الذين يحتاجوننا في المستشفيات. هذا التبرع بالدم هو واحد الصدقة جارية، هو واحد العمل إنساني نبيل. أدام الله علينا وعليكم نعمة الصحة والعافية. والتبرع بالدم من فوائده أولا هو صدقة جارية، بحيث أن دمك يجري في عروق الآخرين وينقذ حياتهم. وأيضا له فوائد عديدة بالنسبة لنا نحن كمتبرعين وبالنسبة للمرضى. فلنا كمتبرعين فإنه يقينا بمجموعة من الأمراض، فمثلا يقي من أمراض القلب والشرايين، وله فوائد عدة. المريض يناديكم محتاج إليكم لإنقاذ حياته. حياة المريض بين أيديكم. التبرع بالدم صدقة جارية لإنقاذ حياة المريض.